عسلامة ومرحبا بكم من جديد في قناتي. اليوم رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله يا ربي تعجبكم. والروسات متاعنا لليوم يحبوها الكبار والصغار، ميفين والشوكولا ومحشيين بالنوتيلا، حاجة بالحق بنينة برشا. وتو ما طولش عليكم ونتعديو مع بعضنا للمقادير وطريقة التحضير. وباش نستحقوا 200 جرام سكر، 3 عظمات، 100 جرام زبدة تكون مذوبة، هوني خديت 250 جرام فرينة، عليهم 50 جرام كاكاو يكون مر، وساشي متاع خميرة متاع جاتو، هوني خديت كيس حليب يكون ماذا بيكم دافي، الكيس يهز 200 مليلتر، وهوني خديت شويه بيبيت دو شوكولا باش نزين بيهم المفين نتاعي. اول حاجه باش نتعداو نحطوا العظمه نتاعنا في وسط الروبوز، نجموا زيدا حتى تطلعوهم بالفوي نورمال، ركزتهم حتى لين بياضوا وطلعوا بالكدا. ومن بعد باش نزيدوا الزبده الذايبه والحليب الدافي، باش نخلطوا بالسياسه الباتور، ما نقويوش في السرعه. ومن بعد باش نزيدوا الفرينه والكاكاو والخميره نتاع الجاتو، نحركوهم زيدا بالسياسه، ما نخلطوش بالقوي حتى لين يتجانس الخليط عنا الكل. باش نجيو للمكون السحري متاعنا واللي هو ماء يغلي. حطيت 100 مليلتر متاع ماء يغلي بالكدا، زدت حركت شويه كيما قاعدين تشوفوا، ما تخافوش منه، راهو الميلانج باش يولي ليكيد كيما هكا. صدقوني الماء هو اللي باش يخليكم المفين متاعكم خفيف برشا. فوالا. من بعد حطيت ليكاسيت متاعي في وسط المول، صبيت المفين متاعي، البات مفين متاعي، وباش نحطهم في الفور على درجة 180 تقريبا، خذولي 25 دقيقة هكاكا. كان حبيتوا تحطوا كيفي بيبيت دو شوكولا من الفوق، ولا تخليوهم هكاكا ناتور، خاطر بطبيعتنا باش نحطوا لهم شوكولا في الوسط. وشوفوا النتيجة كيف خرجناهم من الفور، جاو منفوخين ما شاء الله. وكي باش نحلكم واحدة من الوسط ياسر بالحق خفيفة، البات متاع المفين ياسر خفيفة، شوفوا ما شاء الله كيفاش جات من الداخل. وطول الفاخس حطيت نوتيلا في وسط بوش كما قاعدين تشوفوا. نجموا المرحلة هذه لما حالة معناها تستغنيوا عليها تخليوها ناتور. وحطيت في وسط المفين النوتيلا هكا، حشيتها في وسطها حتى لين تعبيت بالكدا من الداخل. كيف ما قلت لكم تنجموا المرحله هذه تستغنيوا عليها، تنجموا تخليوهم ناتور هكاكا ياسر بنين زيدا، اما بالحق بالشوكولاته هكا ولاو اكثر غورمون. وتا وصلنا لنهاية الفيديو متاعنا. شوفوا ما شاء الله المفين كيفاش جاو، حاجة بالحق بنينة برشا، يشوخ عليها الكبار والصغار، خفيفة البات ما نحكي لكمش. السر الكل في كل الماء اللي يغلي اللي حطيناه في وسط البات. روسيت ناجحة 100%، إن شاء الله تجربوها وتفكروني. وما تنسيوش باش تعملوا لي جيم وكومنتير على الفيديو، وتشتركوا بالقناة كنكم أول مرة تزوروا قناتي. وكان جربتوا الوصفة وعجبتكم ما تنسيوش زيدا باش ترجعوا لي على الكونت انستغرام متاعي، إن شاء الله نحط لكم اللين في الباردانفو تحت الفيديو. وتوا ما بقى كان خليكم في أمان الله وحفظوا